السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل بقى مع بعض النهارده القرص الطريه الفلاحي اللي كله بيسأل عليها، وهشه جدا وطريه قوي قوي، ولو عملتيها بالطريقه دي صدقيني مش هتبطلي تعمليها. يلا بقى نقول بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه كده معايا كيلو دقيق نخلته مرتين. بعد كده نزلت عليهم ب3 معالق كبار من السكر، ومعايا هنا نص معلقه صغيره كده من الملح. نزلت عليهم على طول بمعلقة كده صغيرة مليانة من البيكنج باودر، ونزلت عليهم كده بكيس خميرة فورية، ونزلت عليهم بكيس لبن بودرة، وطبعا لبن البودرة ده اختياري. هبتدي بقى ان انا اقلب المواد الجافة دي كده كلها مع بعض. بعد بقى ما قلبت المواد الجافة دي كده كلها مع بعض، هبتدي ان انا انزل باللبن او ممكن تستبدليه بالمية، ومعايا هنا 3 كوبايات من اللبن. وطبعا المواد السائلة بتاعتك هنا على حسب نوع الدقيق بتاعك، يعني أنا هنا كنت جايبة بصراحة دقيق سايب، فاستخدم معايا مواد سائلة أكتر شوية من اللي أنا بستخدمها كل مرة. معايا هنا بقى نص كوباية كده من اللبن تاني، هبتدي إن أنا أنزل بيها كده واحدة واحدة. ماما بقى ربنا يخليها ليا، هي اللي كانت بتعمله معايا، ربنا يخليك ليا يا ست الكل. العجينة بقى لو بقيت يابسة معاكي كده ما تقلقيش خالص، هتسيبي العجينة تغطيها وتريحيها حوالي من 7 ل10 دقايق، وبعد كده ترجعي تعجنيها تاني، هتبقى معاكي زي الملبن. وطبعا على حسب درجة حرارة المطبخ بتاعك. هنا كده بعد ما عدى تقريبا حوالي 5 أو 6 دقايق. بصي بقى لو احنا في الصيف هتسيبيها من 5 ل7 دقايق بس ترتاح، انما لو احنا في الشتاء هتسيبيها من 7 دقايق ل10 دقايق بالظبط، هتبقى مظبوطة جدا جدا معاكي. هنا بقى بعد ما العجينة كده ظبطت معايا، هبتدي ان انا انزل بكوباية ونص كده من السمنة البلدي، او ممكن تستبدليها باي نوع انت عايزاه. والسمنة هنا انا ما سخنتهاش خالص خالص على النار، يعني فكيتها بس كده كله سريعا سريعا كده. نزلت الاول بكوباية كده لحد لما العجينة تشربها، بعد كده النص التاني بقى ده هبتدي كده ان انا انزل بيه واحدة واحدة، بس برضه حطيت نص كوباية. يعني المادة الدهنية كلها عندي كده كوباية ونص سمنة، او ممكن تستبدليها باي مادة دهنية عندك. تبتدي بقى ان انت تعجني كل الكلام ده مع بعضه لحد لما العجينه تشرب الماده الدهنيه بتاعتها. وبرضه العجينه هنا سبتها ترتاح حوالي 5 دقايق كده تاني، وابتديت ان انا اعجن فيها تاني لحد لما العجينه تبقى ناعمه معاكي تماما. هي هتطول معاكي كده 5 في العجن، بس كل ما تتعبي تخلي العجينه ترتاح 5 كده، وبعد كده ترجعي تعجني فيها تاني هتظبط معاكي قوي. وهنا بقى العجينه بعد ما خلصت كده هسيبها على جنب شويه لحد ما تخمر. وهنا كده بعد ما اختمر معايا، هبتدي بقى ان انا اقسط العجين كده او اقطع العجين على حسب ما بتسموه. الكرة بقى هتبقى كده في حدود يعني الليمونة الكبيرة شوية، تمام، او ممكن تصغروها على حسب ما انتم عايزين، بس ما شاء الله الحجم ده هيبقى مظبوط معاكي جدا. هيبقى في التقريب كده بصراحة ان انا ما وزنتش، بس هيبقى تقريبا في حدود من 40 ل50 جرام. هبتدي بقى ان انا اقطع كل الكمية اللي عندي كده، او يعني هخلص بقى كل الكمية اللي عندي وهرجع لكم. يا ريت بقى نصلي على النبي كده واحنا شغالين، ما شاء الله بتفرق جدا جدا في الطعم بتاع الحاجة، صدقوني عن تجربة. وهنا بقى بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها، ما شاء الله اللهم بارك، قطع معايا 64 كورة، تمام تمام. تسيبي بقى العجين معايا يرتاح شوية، يعني لحد كده ما تخلصي آخر كورة هتبتدي ان انت تشتغلي في أول كورة على طول انت قطعتيها. اما بقى بالنسبه للتسويه، انا بصراحه شغلت تحت الاول اخدت لون حلو كده، وبعد كده طفيت تحت وشغلت فوق على الشوايه، يعني لحد ما اخدت لون كده.
ممكن بقى تدخليها الفرن من غير ما تدهني وشها اي حاجه، بس انا هنا حبيت ان انا ادهن يعني نص كوبايه لبن كده مع كيس فانيليا. تمام. هبتدي بقى ان انا اقلبهم كده مع بعض، وهبتدي ان انا احط يعني ادهن وشهم كده باللبن. وممكن برضو تستغني عن الحته دي وتدخليها الفرن كده على طول من غير ما تدهني وشها اي حاجه. اهم حاجه بقى وانت بتدهني وشها كده خليكي حنينه عليها، يعني ما تقليش ايدك قوي قوي في الدهن عشان ما تفشش منك. احنا عايزينها منفوخه كده وتفضل منفوخه لحد ما تستوي. ممكن بقى تستبدلي الطريقه بتاعه الفرشه دي باي بخاخه نضيفه عندك كده، تحطي فيها اللبن وتبداي ان انت تبخي بخه سريعه سريعه كده على كله. يا ريت بقى لو انت الطريقه بتاعتك في القرص زي بتاعتي بالظبط تكتبي لي في الكومنتات، ولو انت طريقتك مختلفه عني تكتبي لي انت بتعمليها ازاي عشان نشوف مين فينا اشطر. هخلص بقى كل الكميه دي وهرجع لكم. وطبعا بقى انا الفرن مسخناه قبل ما ابتدي ان انا ادهن وشهم خالص. ما شاء الله اللهم بارك، طبعا كريحه وكشكل ما شاء الله اللهم بارك. طبعا اول ما تطلع معايا كده من الفرن هبتدي ان انا اغطيها بكيسه بلاستيك، وبعد كده اغطيها باي فوطه نضيفه عندي، واسيبها بقى تهدى شويه كده عشان كمان وشها ما يكسرش. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، اول ما طلعت من الفرن الريحه قلبه البيت كله. بصوا ما شاء الله من تحت التسويه كده مظبوطه جدا جدا معاكي. ما شاء الله الكمية دي بقى قطعت معايا كمية كبيرة جدا. دي بقى لو جيتي تشتريها من الفرن هتشتريها بكام؟ وطبعا مش بنفس النظافة دي، واحنا كلنا عارفين الفرن بتعملها ازاي. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.